الناس اللي بتحب التنظيم وبتحب تخلي ان التنظيم ده يكون حاجة جدا اسلوب حياتها هتحب الفيديو ده جدا. يلا بينا وفيديو جديد من اسلوب حياة. كلنا كبيوت عندنا لما بنشتري جهاز بيجي معاه كتالوج بتاعه، وتكون الجهاز كمان معاه الفاتورة بتاعته، وكمان في اجهزة بيكون لازم نحتفظ كمان بالباركود اللي بيكون موجود على الكرتونة عشان اي ضمان او في اي حاجة يقولك انا عايز الباركود بتاع الجهاز. وده في الاغلب بيكون زي ستيكر او حاجة بتكون مكتوبة في الكرتونة، فلازم نحتفظ بالكرتونة. فهحتفظ بايه ولا بايه؟ فبتبقى في تفاصيل كتير جدا. الفكرة دي اكتر فكرة نفعت معايا في التنظيم. انا في الاول كنت كل كتالوجات بحطها في درج كده في الاوضه عندي. بعد كده احتجت الدرج ان انا احط فيه الحاجات اليوميه والحاجات اللي بستخدمها كتير. بعد كده حطهم في شنطه وفي الدولاب، فكانوا كلهم على بعض يعني ايه كركبه. لما عاوز ايصال معين او كتالوج الدنيا كانت بتبقى لخبطه كتير جدا. فالفكره دي ان هي ده زي فولدر او راك، معرفش اسمه ايه هو، ده اللي بتحط فيه فايلات شفافة. فكل فايل شفاف انا حاطه فيه جهاز معين. يعني كل فايل فيه يعني بتاع جهاز معين. مثلا ده فايل تكييف، في الكتالوج بتاع التكييف، في الايصال بتاع الشراء اللي اشتريت بيه. لو في اجهزه معينه كنت لازم كانوا منبهين علينا احتفظ بالباركود، قطعت الباركود من الكرتونه واحتفظت بيه. فكل فايل حته دي فيها كل حاجه ما يخص الجهاز، كل حاجه، الايصال، الكتالوج نفسه، لو في اي ورق، اي ضمان، اي حاجات تبع الجهاز نفسه ده موجود فيه. ف حقيقي لملي كتير جدا. وفي نفس الوقت انا لو عايز اوصل لحاجه واحده بسهوله جدا. انا عايز اقول لكم الحكايه دي احتجتها جدا قريب. كان في مشكله في البوتاجاز، فعوزت اجيب، يعني كلمت التوكيل فجوني الناس فقال لي اهم حاجه جهز لنا الفاتوره اللي جبت بيها الجهاز. يعني جهز لنا الفاتوره وجهز لنا الضمان، الاثنين مع بعض يكونوا جاهزين. فالفكره طلعت انا الراك ده عشان كبير دلوقتي حطاه في السحاره بتاعت السرير. وانس ان انا عايزه حاجه برفع السحاره بجيب الراك، بشوف الجهاز اللي انا عايزاه، بشوف الفايل بتاعه، بلاقي فيه كل حاجه. فحقيقي بتسهل كتير جدا. وهو حتى لو واخد مساحه، انا شايلها زي ما قلت لكم في السحاره، بس كل حاجه متنظمه كويس قوي. هي الفكرة كمان عايزة اقول لكم مش غالية. يعني هو الراك الراك نفسه ممكن يكون غالي ده، لكن هو الفولدرات اللي من جوه الشفافة دي الفولدر الشفاف الواحد بجنيه، فلملي ونظم لي الحكاية بشكل حلو قوي. تاني فكرة دي ضرفة اللي انا حاطة فيها، ضرفة صغنطوطة حاطة فيها كل العدة المفكات والمسامير والشاكوش والحاجات دي. يعني اوقات كتيرة بنعوز حاجة بسيطة، عايزين مفك، عايزين مفك معين، عايزين مسمار، عايزين حاجة كده صغيرة. فدي علبة حاجة، دي علبة يعني دي جايباها حاطة كده جواها المفكات والكماشة والحاجات دي. وهنا فيها من فوق زي يعني حاجات صغيرة مجمعة في كل حاجة شبه بعض جنب بعض. يعني الفكرة انا بتبعها في التنظيم في اي حاجة، كل حاجة شبه بعض بحطها جنب بعض. يعني هي المسامير اللي شبه بعض حطاهم جنب بعض بالطريقة دي. كمان عاملة العلب الشفافة الاوقات بنجيب فيها مخلل وجبن من السوبر ماركت، دي كمان بستغلها في تنظيم الحاجات زي كده. يعني مثلا علبة حاطة فيها مسامير الألوز دي كلها مع بعض، الفشر في علبة وحديه، المسامير الرفيعة او الصلب ده في حتة وحديهم، الصواميل اي حاجة في صواميل وحدها. الفكرة عشان عايزة مسمار معين، عايزة حاجة لما يكونوا كلهم كده محطوطين في علبة واحدة نقلب العلبة ونجيب وندربك الدنيا. لكن بالطريقة دي انا لو عايزة حاجة صغيرة، عايزة حاجة معينة، بيكون بسهولة جدا اروح عارفة مكان الحاجة. والفكرة التنظيم او اي حاجات دي ينفع انظم الحاجات باقل حاجة. يعني عايز اقول لكم العلبة اللي حاطة فيها الصواميل دي
كنت اشتريت فارماسيلا، عارفين فارماسيلا اللي بنعمل بيها اللانكشاير والبيتيفور، بتبقى حاجات صغيره كده. فاستغلتها، حطيت فيها كل الصواميل الصغيره. يعني انا لو عايزه حاجه حتى لو صغيره احطها جوه العلبه، والعلب دي زي ما قلت لكم بنجيب فيها اكل او حاجات زي كده، يعني ممكن نستغلها في تنظيمات بتبقى جميله ان هي شفافه. فانا انا وراسطه فيها الحاجه، انا شايفه ايه الحاجه اللي فيها. فينفع قوي نكون بننظم الحاجات اللي عندنا باقل الامكانيات، يكون عندنا البيت متنظم. وعايز اقول لكم يعني حقيقي البيت لما يكون الحاجه متنظمه هيديكي راحه جامده جدا جدا، غير لما تكون كل حاجه محطوطه ومندربكه على بعض يعني. تالت فكرة، اكتر حاجة بتكركب لنا المطبخ هي التفاصيل والديتيلز، يعني يعني حاجات مش بنستخدمها كتير وموجودة في ادراج المطبخ. دي علبة انا هحطها في المطبخ برضو، بس لما فيها كل الحاجات اللي بتبقى موجودة ممكن في الادراج بس مش بستخدمها كتير، فعاملالي دوشة. زي مضرب البفتيك، المسن اللي بسن بيه السكاكين، المقوار المحشي، يعني مش كل يوم شغالين محشي يعني. الحاجات دي بستخدمها، يعني المخرطة الملوخية، الحاجات دي حاجات بستخدمها بس مش كل يوم، فاجمعهم في علبة في كرتونة واكون برفعها شوية في حتة عالية، تخلي عندي ادراج الى حد ما الحاجات اللي بستخدمها على طول، فتديني روقان. الفكرة بعد كده، اي درج حاطه فيه ادوات مكتبية، اقلام او اي حاجه زي كده من الحاجات اللي بتنظم حلو، اللي هو المنظم بتاع المطابخ اللي بيتباع في الادوات المنزليه، اللي المفروض بتاع السكاكين والشوك والمعالق. دي بحسه اكتر حاجات كمان بتنظم. اكون الفكره احط كل حاجات شبه بعض جنب بعض، اساتيك جنب بعض، برايات جنب بعض، اقلام جاف زي جنب بعض، اقلام رصاص جنب بعض. بالطريقه دي انا عايزه حاجه معينه، على طول بفتح الحاجه عناية بتجيب الحاجه بسرعه. ده درج بنتي، ده درج بنتي الكبيره. يعني انا المنظمات دي معتمداها في كل حاجه، يعني بتنظم جامد جدا جدا. وعايز اقول لكم بالطريقه دي لو نظمتوها وحطيتوها كده جنب بعض، حقيقي صعب الدرج يتلخبط، بدل كل حاجه ليها مكانها صعب يتلخبط. الراك ده جميل جدا، من الحاجات اللي بتنظم وعملي جدا. هو الراك الحديد، يعني في قبل كده جربت الراك الورق، بهدلي الدنيا يعني، معش معايا. ده جبته من سمير وعلي، هسيب لكم الجوله بتاع سمير وعلي، ده جبته من سمير وعلي. وبرده ده درج بنتي الصغيره، نفس الفكره، اكون بقسمهم كعلب صغيره، او المنظم بتاع السكاكين والمعالق، حقيقي بيخلي الدرج كل حاجه ليها مكانها. لو في نوتس او حاجه بخليهم واقفين في الجنب. الفكره اللي معايا دلوقتي، عايزه انظم الاكسسوارات بتاعتي، السلاسل والاكسسوارات. دي فكره، ده زي تعليقه بتتعلق بدبل فيس. دي بحلو قوي نكون بنعلقها جوه الدولاب نفسه. يعني ممكن لو انا ما عنديش اماكن، انا بحب اي حاجه زي كده اعلقها جوه الدولاب عشان ما تتطربش. دي او جوه تسريحه لو تسريحتي بتنفع. وبرده المنظم بتاع الحلقان دي، لو انا بحب البس حلقان اكسسوارات كتيره، اكون بعلق عليها الحلقان، شايفه فيها الحاجه بصوره جدا. وبرده انتشرت العلب الاكليريك اللي فيها منظمات صغيره جدا. دي ينفع مثلا لو احط فيها حلقان صغيره، الحاجات دي بتنظم لي الدنيا. الحاجات الصغيره لو حطيتها في علبه كبيره كل حاجه بتدخل في جوه بعض، اكون عايزه حلق معين او حاجه صغيره جدا، بلاقي الدنيا كلها داخله جوه بعض. فالفكره المنظمات دي حقيقي بتنظم كتير، وبرده بتوفر يا جماعه وقت جامد جدا. يعني انا لو عايزه حاجه مش وانا مستعجله وعايزه البس، بلف حوالين نفسي كتير، لكن فكره ان كل حاجه ليها مكانها وكل حاجه شبه بعض دايما، يعني كل كاتيجوريز جنب بعض بكون بحطهم مع بعض، اي حاجه شبه بعض بيكونوا كمجموعه جنب بعض. ومثلا لو في كمان العلب الصغيره دي اللي بتيجي فيها، ممكن نشتري فيها حاجه وممكن استغلها احط فيها حلقان او البريمات، الحاجات الصغيره. بالنسبه للتعليقات اللي حاطه فيها السلاسل والعقاد اللي دي في دولاب بنتي الكبيره، وبرده حطاها في التسريحه، يعني دي تسريحه بنتي الصغيره، حطاها جوه باب التسريحه بالطريقه دي. انا عايزه اقول لكم كنت جايباهم من شي كانت 9 تعليقات ب60 جنيه، كان رقمهم بسيط، رحت قسمتهم بين البنات، كل واحده اديتها شويه تعلق بيهم عليها حاجاتهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات اكتر فكره عجبتكم في التنظيم ايه هي، هستنى رايكم. ولو حابين الفكره دي في الفيديوهات اعمل لكم زي كده فيديوهات سريعه عن افكار تنظيم،
برضو اكتبولي في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.